النهاردة مش مجرد أكلة، النهاردة حكاية جديدة من مطبخ الحكايات، أكلة بسيطة من غير فزلكة. هنتعلم مع بعض إزاي نعمل أحلى سباكيتي، وممكن تكون بديل للإندومي. لو عايز تطلع بأكلة كاملة ما فيهاش غلطة، تابعنا للنهاية عشان دي الحكاية. يلا بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا، هنسمي الله ودي المقادير بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، وهنشوفها واحدة واحدة واحنا شغالين مع بعض. اهم حاجة هنحط حلة على النار فيها مية، المية تغلي كويس جدا. هننزل بمعلقتين صغيرين ملح، وضروري الملح. هنحط نص كيلو او 400 جرام بالظبط، كيس عندي شرايط مكرونة يكون نوع كويس. 7 دقايق بالظبط وهنزل بيها على المصفى بتاعتي، لكن مش هصف، انا مش هحط فيها ميه يا جماعه، انا مش هشطفها. هي كده حلو جدا مادام نوع كويس. وحطيت معلقه زيت كبيره عشان تكون معايا مفلفله كده ومش ماسكه في بعضيها. هحط 3 معالق زيت كبار في الحله، والنار عندي وسط. ونزلت ب5 فصوص ثوم مهروس، هديهم لون ذهبي حلو جدا. هنزل بعد كده بنص كيلو طماطم انا ضربته في الكبه وصفيته، ضروري نصفيه. ونزلت بعد كده بمعلقتين كبار معجون صلصه معاهم، بيدي طعم واللون حلو جدا للمكرونه بتاعتنا. والنار بتاعتي وسط، النار مش عالية. ده أهم حاجة في الأكل لما نيجي نعمله. حطيت معلقتين صغيرين ملح، معلقة صغيرة فلفل أسمر، معلقة صغيرة برضو، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة بابريكا. حلو قوي كده. هديهم تقلبتين وعلى نار هادية، هغطي وهخليهم يتسبكوا براحتهم. بصوا النار لما تكون مش عالية اتسبكت حلو جدا وفيها صوص، أهم حاجة يكون فيها صوص. هنزل بالمكرونة بتاعتي زي ما انتم شايفين، المكرونة مفرفرة حلوة معايا علشان خاطر الزيت اللي انا حطيته ونوع المكرونه كويس. بنزل بالمكرونه بتاعتي واحده واحده على اساس تاخد من التسبيكه بتاعتي حلو كده جميل قوي. هنزل بيها كلها واقلبها حلو قوي، هقلبها حلو قوي كله ياخد من بعضه كده وتشرب الصوص، بس في نفس الوقت هي لذيذه جدا وفيها صوص حلو قوي. وممكن تكون بديل للاندومي. لو حابين ممكن بنزود شوربه. اهي المكرونه بتاعتنا خلصت، ممكن بتزودي شوربه عندك، وبتزودي بقى على البهارات معلقه جنزبيل ومعلقه شطه ونص ليمونه او معلقه صغيره خل، بتبقى تحفه كانها اندومي. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، واتمنى اسمع تعليقاتكم، وشكرا لمشاهدتكم. كانت معكم سالي محمد.